وصفات الصيف الجميلة السهلة جدا. اوعي تشتريها من بره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة بقى يا بنات هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة. كل ولادنا بيشتروها من بره، فان شاء الله بعد ما هتتفرجي على الفيديو ده اوعي بقى ايه تشتريها من بره. هنعمل مع بعض يا بنات سندوتشات الفاهيتا بطريقه سهله واقتصاديه، ومش هتاخد معاكي وقت خالص. اول حاجه بقى ايه، اكتبي لي كومنت قمر كده وحطي لايك للفيديو، ولو انت جديده معايا في القناه قولي لي انت جديده عشان ارحب بيكي. اول حاجه بقى يا بنات، عندي صدرين فراخ، تمام؟ يعني حوالي ايه نص كيلو من صدور الفراخ. هما صدرين خلاص، طبعا نقعتهم بقى في ميه ودقيق وملح وجنزبيل وغسلتهم كويس قوي وصفيتهم، وابتديت اقطعهم شرايح كده بالشكل ده، شرايح طويله خلاص. بس دي اول حاجه انا عملتها يا بنات. عايزه اقول لكم بقى ان صدرين الفراخ دول هيعملوا لي كام واحد، هتشوفوا بقى دلوقتي عشان تعرفوا فعلا ان الوصفه سهله وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت خالص. اول حاجة بقى ايه، قطعت كده الصدور كلها عندي شرايح بالشكل ده. تقدري تعمليها ببانيه وتقدري تعمليها بالصدور السليمة زي ما انت عايزة. المهم بقى ايه، جبت حوالي كده ايه 3 بصلات كده حلوين، قشرتهم وقطعتهم جوانح بالشكل ده. البصل اللي معايا ده بصل احمر مش بصل ابيض، قطعته شرايح يا بنات. ودي اول حاجه عملتها. طبعا انا بعد ما قطعت الفراخ شطفتها تاني، برضو بعد ما قطعت الصدور شطفتها تاني بميه كده بس، مكان التقطيع يعني مش اكتر. جبت الطاسه بتاعتي، طبعا انتوا عارفين اللي انا بحب جدا اللية او الدهنه في اي حاجه، ولكن لو انت مش بتحبيها تقدري تستغني عنها. انا كان عندي حته دهنه صغيره كده، بشرتها بالسكينه وحطيت كده شويه زيت، حوالي كده ايه 3 4 معالق زيت، مش كتير يعني. وهبتدي اسيح كده الدهن مع الزيت، وبعد كده نزلت بيه الفراخ بتاعتي. نزلت بقى بالفراخ، فضلت اقلب فيها لغايه ما لونها كده ايه، نزلت الميه بتاعتها وابتدى لونها يكون فاتح بالشكل ده. وبعد كده إيه، بعد ما الميه بتاعتها نشفت معايا نزلت بالبصل اللي انا مقطعاه جوانح. الوصفه دي يا بنات سهله، واتمنى فعلا ان انتوا تجربوها وهتعجب الولاد جدا في البيت. حطيت نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا. البابريكا دي يا بنات انا بجيبها مدخنه من عند العطار. حطيت بهارات فراخ حوالي برضو نص معلقه. حطيت بصل بودره و ايه تاني، بس كده هي دي البهارات. بصوا ما خدتش بهارات كتير، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ وبصل بودر. وحطيت بقى ايه، ظبطت الملح بتاعي، حطيت حوالي معلقه كده ايه ممسوحه ملح، وابتديت اقلب وشم بقى ريحه البهارات بالتوابل. بصوا بجد فظيعه. بعد كده طبعا كان عندي الفلفل ده انا مفرزاه، فلفل الوان متقطع كده شرايح، برضو نزلت بيه كده في الاخر خالص عشان يحتفظ بلونه. ونزلت برضو بقرن فلفل كده اخضر رومي، وقرن فلفل سبايسي. تقدري تستغني عن الفلفل السبايسي لو انت عندك اطفال وهيكون حامي عليهم. كده خلاص الوصفة عندي خلصت. انتوا متخيلين السهولة؟ بجد ما بتاخدش وقت خالص زي ما قلتلك. قطعت بطاطس يا بنات، هنحمر شوية بطاطس كده في الاير فراير، وحطيت معلقة زيت ونص معلقة ملح، وقلبت كده ايه كله تخطيخ كده ايه مع بعض. هنوفر في الزيت وهنوفر في كل حاجة النهارده. بصوا وصفه اقتصاديه من كل حاجه بصراحه. بس يا بنات طبعا الاير فراير لازم تسخنيها الاول، تكون سخنه حوالي 5 دقايق، وبعد كده تنزلي بالبطاطس اللي انا حاطه عليها معلقه زيت ومعلقه ملح. بصوا بقى يا بنات، العيش ده طبعا اللي متابعني بقى عارف العيش ده انا جايباه منين. انا بجيبه كده من حد بيبيع اللي هو ايه، بيعمل ايه، بيعمل فطير وبيعمل قطايف وكده وجلاش. فبيبيع العيش السوري ده يا بنات، بيبيعه بالكيلو. بكام الكيلو مش متذكره للامانه، انا مش فاكره. على فكره يا بنات الفيديو ده انا اصلا كنت مصوراه وانا في مصر قبل ما اسافر يعني، فجايه بشوف كده في التليفون لقيته موجود ومش معمول له مونتاج ولا حاجه، فقلت بقى ايه امنتجه وانزله يعني. فانا بصراحه مش متذكره العيش كان بكام، ولكن هو بيتباع بالكيلو، والكيلو بيطلع حوالي 12 ل 13 رغيف. انتوا متخيلين الكيلو 12 او 13؟ المهم بقى يا بنات،
عملت بقى العيش كده بالشكل ده، تنيت حته كده منه، وبعد كده حطيت مايونيز، وحطيت بقى الفراخ بتاعتي الفاهيتا بتاعتي، وعملت رول بالشكل ده. تقدري تعمليه كده زي الكريب مثلث، اعمليه زي ما انت عايزه. خلاص تقدري برضو تحطي شرايح خيار مخلل، ولكن انا ما كانش عندي، بجد بتبقى حلوه جدا بالخيار المخلل طبعا. المهم بقى عملت كده رول كله، وبعد كده هقولك هنعمل ايه. هنا البطاطس عندي خلاص اتحمرت يا بنات، تقدري برضو تحطي في الساندوتش ده بطاطس، ولكن ولادي قالوا لي لا، انا عايزين الفاهيتا لوحدها والبطاطس لوحدها. تمام، ولكن انت لو حابه برضو تحطي الفاهيتا على البطاطس في ساندوتش واحد هتبقى حلوه جدا. النص كيلو يا بنات، النص كيلو فراخ اللي هي البانيه دي الصدور، طلع معايا حوالي 6. خلاص 6 رغيفة يعني، وعملت ال6 التانيين بقى ايه بطاطس محمرة. بس يا بنات المهم ايه، عملت بقى الكمية كلها، وبعد كده جبت بقى الطاسه دي بنات بتاعه الكريب، كنت جايباها للقطايف برضو، يا دوب كده تسخن على النار، وبعد كده هدهنها كده زيت بسيط، معلقه زيت واحده كده بالفرشه كده، وبعد كده هبتدي انزل بالسندوتشات بتاعتي. هحط الناحيه اللي من تحت اللي هي التقفيله بتاعه الساندوتش، فاهمين؟ نزلت بيها الاول عشان يقفل معايا. واخدين بالكم انا عايزه اقول ايه؟ الموضوع سهل جدا وبسيط. وعلى فكره لو انت عندك اللي هي اسمها ايه الساندوتش ميكر، تقدري برضو تعملي فيه بدل الطاسه دي، ولكن انا قلت اعملها معاكم في الطاسه دي اهو. بصوا القفله دي كده حطيتها من تحت، علشان لو انت ما عندكيش الساندوتش ميكر اعمليه في اي طاسه تيفال. خلاص يعني مفيش حاجه هتوقفك. انا قبل كده عملته معاكم في الساندوتش ميكر، ولكن للامانه الطاسه احلى. لقيت الساندوتش ميكر نزل دهون فيه وكده، عشان بضغط الغطا على الساندوتش وكده فبينزل الدهون بتاعته، فاهمين؟ بس فالافضل انت اعمليه في طاسه كده تيفال، معلقه زيت كده بالفرشه، واضغطي كده من ناحيتين، يا دوب كده هيقرمش معاكي من بره، ومن جوه هيبقى طري كده وشكله فظيع بالشكل ده. وعايزه اقول لكم بجد الطعم حلو قوي. ده البطاطس بقى، وزي ما قلت لك لو انت عايزه تحطي الفاهيتا على البطاطس حطي، عايزه الفاهيتا لوحدها والبطاطس لوحدها برضو اعملي ايه اللي يعجبك واللي يعجب الولاد. استنوا بقى هدوق كده، بدي ادوق. بص عايزه اقول لكم الطعم جبار. ده يا بنات الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناه، لو مش مشتركه فعلي الجرس للكل علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.